وانتم مش متخيلين حجم حماسي للباليت دي. بقالي بتاع تلت ساعة بحاول اظبط السيت اب بتاع التصوير، وكان في مشكلة في المايك، بس اتمنى يا رب تكون اتحلت والصوت يطلع واضح. الفيديو اللي فات كان فيه مشكلة في المايك لو انتوا خدتوا بالكم، فصل لوحده في النص، معرفش ليه، بس مش ده موضوعنا. انا جاي احكي لكم النهارده ان انا عملت جريمة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. ما كانش ينفع اعمل كده، بس انا اشتريت ميك اب كتير قوي، وفي فيديو النهارده هفرجكم على الميك اب ده، وممكن نعمل سواتش لشويه حاجات ونجرب كده. بس مش هعمل لوك النهارده، بس هجرب البرودكتس في فيديوهات تانية عشان يبقى يعني الفيديو ده متركز بس على ان انا بوريكم المنتجات اللي انا جبتها، وانتوا قولولي في الكومنتس انهي اكتر منتج عايزين تشوفوا ريفيو او تجربه بتاعته في الفيديوهات الجايه. كده كده هوريهولكم كلكم في الفيديوهات الجايه، بس عايزين نرتب الأولوية، عايزين تشوفوا ايه اكتر حاجة، مش مهتمين بايه قوي، وهكذا. فلو مهتمين وعايزين تشوفوا ايه الجريمة اللي انا عملتها، كملوا الفيديو. خليني اعدلكوا النهارده جبت كام ايتم، ومش عارفه هتبقوا متخيلين يعني ايه اتليست جزء من الحاجات اللي انا جبتها ولا لا، عشان انا كنت قلت قبل كده ان في حاجات معينه عايزه اجيبها. لو انتوا متابعين كويس الشانل بتاعتي هتكونوا عارفين غالبا قصدي على ايه. فهديكوا كام ثانيه كده تخمنوا ايه الحاجات اللي انا جبتها، او اتليست جزء منها. متخيلين اكتر حاجه انا متحمسه لها ان انا جبتها. هديكوا ايه 15 ثواني كده تكتبوا في الكومنتس ايه الحاجات اللي انا جبتها. خمنتوا كتبتوا؟ ماشي. فانا جبت واحد، ممكن دي نعتبرها 2 عشان هي ست. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 منتج. صرفت فلوس كتير قوي بجد، بس انا مش ندمانه. ان شاء الله مش هندم. طبعا لسه ما جربتش ولا حاجه، لسه كل حاجه بعلبتها، بس ان شاء الله مش هندم ان انا صرفت اي فلوس في الحاجات دي. خليني ابدا ببرودكت مش ميك اب، بس بجد المنتج ده كل ما اجي اقرر اشتريه اقول لا مش ميك اب، هو غالي مش رخيص، فانا هشيله من الكارت بتاعتي واحط مكانه ميك اب، حاجه اعمل لها ريفيو او كده. بس المره دي قررت يعني بجد، بقالي مثلا 2 أو 3 بعمل كده، اقرر ان انا عايزه اشتريه، اقول لا ده غالي، عايزه اغيره بميك اب بدل ما هو حاجه انا مش هستعملها على الفيديوهات مثلا كده، فاقوم شايلاه حاطه بدله اي حاجه ميك اب. بس المره دي خلاص قررت هفضل معذبه نفسي كتير، لان نفسي اجربه ونفسي اشم ريحته واجربه بنفسي بعد الريفيوهات اللي انا بسمعه عليها. فخلاص المره دي قررت ان انا هجيبه وخلاص ماليش دعوه. انا بتكلم على البودي كريم ده من سول دي هانيرو او سول دي جانيرو، طبعا النطق الصح بتاعها سول دي هانيرو عشان هي بقى بالاسباني وكده، وهو اسمه برازيليان بوم كريم، مش بامبم عشان في ناس بتنطقها بامبم، بس هي بوم كريم. والمفروض ان ده كريم للجسم، اكيد كلكم شفتوه. خليني اوريكم العلبه نفسها اللي هي شكلها كده، حتى مكتوب على العلبة من جوه انها بتتنطق بوم مش بامبم، عشان ناس كتير بتنطقها بامبم. وده شكل العلبة بتاعته، هي علبة يعني هي سادة من تحت، علبة صفراء، والغطا هو اللي واخد الحجم كله او يعني الشكل كله. وانا اوريدي استعملته مرة وعندي تعليق عليه. اولا مبدئيا كده اوريكم شكله من جوه، مش قادرة اوصف لكم ريحته ايه. ده شكله من جوه بجد يا جماعة، يعني هما كاتبين عليه الروايح، بس انا بصراحة ما بفهمش قوي في الروايح. كل اللي انا شمة كراميل، شمة I think كوكونات او جوز هند يعني. حاجة اسمها، كانوا كاتبين حاجة اسمها ايه، يعني كاتبين الاسم للريحة، بس انا مش عارفاها ومش عارفة هي ايه بالعربي. لو لقيت الاسم تاني هكتبه لكم هنا على الشاشة. بس الريحة سويت، بس انا ما بحبش حاجات سويت قوي. هي ريحة سويت حلوة ومش قوية لدرجة تجيب صداع، لان في ناس طبعا حساسة للروايح القوية. يعني بشم كده احس ان انا قاعدة على البيتش في هواي وبشرب عصير جوز الهند على البحر. مش عارفة مش عارفة، اللي جربه وشم الريحة بتاعت المنتج ده هيبقى عارف انا بتكلم على ايه. بالنسبة يعني استخدامي بقى ليه ككريم، استخدمته مرة واحدة بس بعد الشاور، وهو حلو جدا وبيمتص بسرعة، ما بيقعدش مزيت على الجسم خالص. الريحة بتفضل I would say
بتفضل يوم واحد، يعني ما اظنش يعني لو انتوا استخدمتوه في يوم تاني يوم مش هتلاقوا ريحة قوي، او لو لقيتوها هتبقى خفيفة قوي. فمش الريحة اللي هي تضايق خالص، بالعكس بجد ريحة حلوة ونظيفة كده، يعني مش عارفة اوصفها. زي ما بقولكوا اللي جربه هيكون عارف فعلا. ما ندمتش خالص ان انا اشتريته، مع اني مش يعني دايما لما انا باخد شاور ببقى بالذات في الشتاء يعني ببقى عايزة اخلص والبس بسرعة ومش بهتم خالص ان انا احط بادي كريم. بس ده الاكسبيرينس بتاعته والريحه بتاعته هتشجعني ان انا استعمل البادي كريم ده. انا جبت السايز، هما في 3 مقاسات منه، في ميني وفي الوسط وفي واحد جامبو او حاجه كده. انا جبت اللي هو الوسط. كنت عايزه اجيب الميني عشان سعره، وبعدين قلت طب وات اف عجبني، وبعدين يعني ما عرفتش لان انا جايبه الحاجات دي اختي اللي جابتها لي من بره، كانت مسافره فجبتها من بره. فقعدت اقول لنفسي طب وات اف عجبني وبعدين خلص بسرعه هعمل ايه ساعتها. كنتش عايزه ادفع فيه، انا عارفه يعني سيلرز كتير بتزود على الاسعار طبعا عشان المكسب عشان الجمارك او كده، فما كنتش عايزه ادفع فيه اكتر من ثمنه. فقلت هاخد الريسك واجيب المقاس الوسط اللي هو هقول لكم 240 مللي. ايه ده، هي جابت لي الجامبو ولا ايه؟ ثانيه واحده كده هتشيك. ثانيه واحدة عشان انا حاسة ان في حاجة غلط، لان انا قلت لها تجيب لي المقاس الوسط. 1 second، ادوني ثانية واحدة. تصدقوا انها جابت لي المقاس الكبير؟ يا نهار ابيض، ده 240 مللي. انا كنت قايله لها تجيب لي 75، طلع المقاس الكبير يا جماعة. وانا بقول برضو هو ده اكيد مش 75 مللي، بس انا مركزتش خالص. بصوا انا مش هندم خلاص، بس هو انا عايزه اقول لكم بالدولار 240 مللي ب$48، 75 مللي ب$22. هما ليه كاتبين على 75 مللي ده الميني؟ انا حاسه ان كان في مقاس اصغر. anyway طلع معايا اكبر مقاس، فمش ندمانه، مش هندم خلاص يا جماعه، مش هندم. ايه المنتج اللي بعد كده ممكن نتكلم عليه؟ ماشي، خليني اكلمكم برضو على منتج برضو مش جديد خالص، ونفس الفكرة بتاعت الكريم، ان انا كل مرة ببقى عايزة اجيبه اقول لا في حاجات تانية اولى عايزة اجيبها، وبقوم حطاه في الكارت وبعدين اقول لا مش هشتريه وهشتري حاجة تانية، وهكذا وهكذا. بفضل ان انا ما حطوش اولوية. المرة دي قلت لا خلاص هجيبه، لازم اعرف هو ايه، لازم اشوف هو ليه هايبت قوي كده، ليه مشهور قوي كده. البرودكت اللي بتكلم عليه هو التارت ماراكوجا جوسي ليب. I think كلكم عارفينه، او يعني اللي متابع الميك اب عارفه. وهو البتاع يعني تحسوا ان هو في صوت قطة، معرفش انتوا سامعينها ولا بتصوت، او خليني كده اشوفها مالها في ايه. مش شايفاها خالص، بس يعني هوبفلي ما تبقاش صوتها طالع، لان صوتها كانها كده. فكنت بحكي لكم على التارت ماراكوجا جوسي ليب. ده اللي هو اللي مش عارف، الليب جلوس، بس بيبقى زي بولت ليبستيك كده بيتعمل له كليك. خليني اوريكم حته. انا حاطه ليب بالم، بس انا عايزه عشان ما بقاش بضحك عليكم، انا فتحته وجربت. ده المنتج الوحيد اللي فتحته وجربته عشان كنتش قادره استحمل. فهو اللي بيبقى، خليني اقرب لكم كده. هلو، ايوه، بيبقى ليب جلوس بس في هيئة بولت كده، او اللي هو زي الروج زي الليبستيك العادي، بس بيبقى زي الليب جلوس، يعني هو قوام ليبستيك بس الفينش بتاعه ليب جلوس. والدرجة اللي معايا اللي جبتها اسمها روز، وهي درجة يعني نيوتر جدا. فبما اني اوريدي جربته فخليني اجربه معاكم تاني. انا اوريدي حاطه ليب بالم، فممكن اخففه كده شويه عشان نشوف الفينش بتاعه على الشفايف على طول. هعمل لكم زوم ان. طلعت بتعملوا كليك بس مش كتير، بحيث تطلعوا بس على قد ما انتوا عايزين، لان هو لو طلع I think ان هو هيبدأ يسيح لو طلع بزيادة يعني. فهوريكم شكله على الشفايف من غير اي حاجة. هو اللون بتاعه زي يعني بينك فاتح كده، almost على شفايفي almost شكله شفاف، بس لما بزود الطبقات اللون بتاعه بيبان شوية. اهو ده شكله من قريب من غير اي ليبستيك ولا ليب لاينر عليه او تحتيه يعني. الملاحظة اللي انا لاحظتها في المنتج ده من استخدامي المرة اللي فاتت، برضو ما استخدمتوش مع ميك اب ولا اي حاجة، برضو بنفس الطريقة كده، هو ان هو لو شفايفكم فيها يعني مقشرة او جافة شوية
اللون هيمسك في الجفاف او في التقشير بتاع الشفايف. بس غير كده زي ما انتم شايفين جلوسي جدا، اولموست بيخبي الخطوط بتاعه الشفايف، ومتخيله هيبقى حلوه قوي مع ليب لاينر اغمق سنه مثلا، او ليبستيك يكون اغمق ويدي جلوسي افكت كده فوق الشفايف او فوق الليبستيك. واحساسه يعني مش اخف حاجه في الدنيا، بس في نفس الوقت برضو مش ستيكي. ففكره ان هو تقيل سنه بسيطه دي، متخيله انها هتخليه ما يتمسحش ما يتمسحش ما ي... ما يتمسحش بسرعه من على الشفايف. وطبعا هيبقى مناسب جدا لو هيتحط لوحده، هيبقى مناسب جدا للميك اب اليومي. لو انتوا عاملين نو ميك اب هيبقى مناسب جدا لللوكس اللي من النوع ده. فمتحمسه جدا انه يبقى جزء من الروتين بتاعي. وحاجه كمان برضو كنت يعتبر محتاجاها شويه، لان اللي عندي كانوا بدأوا ينشفوا وبدأوا يقدموا، هو جل للحواجب يكون شفاف. واشتريت الانستازيا براو فريز جل. البراو فريز بتاعهم اللي هو فيه زي برطمان صغير كده، عملوا منه جل يعني زي اللي هو مسكرة حواجب يعني، بس نفس المفروض انها نفس الفورميلا بس في تيوب بقى زي مسكرة حواجب كده. ده الباكجينج البراني بتاعه، وده الباكجينج من جوه. شكله بجد قمة في الشياكة. الالوان لون زي اوف وايت او جراي كده فاتح او بيج يعني مش عارفة، مع كلام مكتوب بالروز جولد. ده شكله، وده شكل الفرشة من جوه. لسه مستخدمتوش، بس ده شكل الفرشة من جوه. عندكم ناحية فيها شعر او فرشة قصيرة، وناحية الفرشة طويلة. وبيقولوا I think ان هم كانوا كاتبين الناحية الفلات بقى اللي هي ما بين الفرشتين تستخدموها ان انتوا تثبتوا الحاجب على البشرة. ده لسه ما استخدمتوش. بس الفرشة دي بتفكرني بتاع بنفت، بس بما ان بنفت مقاطعة، وناس كتير بتقول الفورميلا بتاع البراو فريز العادية ودي كمان حلوة جدا، فبرضه متحمسة جدا ان انا اجربه. واكتشلي كنت محتاجة براو جل شفاف، لان كل اللي عندي بدأوا يقدموا وينشفوا. لو انتم متابعين فيديوهاتي من فترة هتكونوا عارفين ان انا بحب البرايمر بتاع البراند اسمها الف، اللي هو الستيكي برايمر. وكنت عايزة اجيب البديل او مش البديل بقى، لان هو البديل. عايزة اجيب البرايمر الاصلي بتاعه اللي هو الف قلدته، اللي هو بتاع ميلك ميك اب، اللي هو اسمه هيدرو جريب برايمر. فلقيت ست لطيفة قوي بتيجي مع الشنطة دي، بيجي فيها الهيدرو جريب برايمر فول سايز، وده انا كنت عايزة اجيبه. بس في نفس الوقت معاه هيدرو جريب ست ريفرش ست بلس ريفرش سبراي، بس في الميني سايز. يعني هو برضو نفس اللاين بتاع الهيدرو جريب، بس ميني سايز من السيتنج سبراي. فكانت ست حلوة ولطيفة جدا، فول سايز من البرايمر وميني سايز من السبراي. ومعاها الشنطة اللذيذة دي ممكن تحطوا فيها سكين كير. انا عندي دايما بحط السكين كير بتاعي في شنطة زي دي، عشان بيبقى معايا مثلا في الليفينج او في اوضه النوم او اي حاجه، بحيث تبقى الشنطه كلها معايا بالسكين كير وقت ما انا عايزه احط فيها الحاجات اللي انا بستخدمها على طول. فدي كانت ست لذيذه قوي. وده زي ما قلت لكم الهيدرو جريب برايمر ده اول برايمر من النوع اللي هو بيستيك. الف قلدته، شي جلام قلدته، مين تاني اي ثينك في براند تالتة كمان قلدته، بس هو ميلك اول براند تعمل الستيكي برايمر ده. فمتحمسه جدا ان انا اجربه واقارنه بتاع الف. طبعا بتاع الف حلو جدا وانا بحب استخدمه تحت الفاونديشن، بس طبعا الف مقاطعه، ميلك المفروض مش مقاطعه. لو طلع بتاع ميلك حلو هيغنيني ان انا اشتري تاني من بتاع الف. والسيتنج سبراي مجرد زي حاجه اكسترا كده جت مع البرايمر، فما فيش مشكله ان انا اجربه. البطاريه هتقطع فهخليني اغير البطاريه وارجع لكم على طول. بعد كده كنت عايزاها تجيب لي حاجات من براند شارلوت تيلبري. وفي حاجتين في في حاجات كتير في شارلوت تيلبري فايرال او مشهوره جدا، بس في حاجتين معينين كنت عايزه اجربهم، لان انا اوريدي مثلا عندي واحد من الليبستيكس بتاعتها. فكنت عايزه اجرب ليب لاينر درجه معينه والسيتنج سبراي بتاعها. فالسيتنج سبراي برضو مش رخيص، بس ده من النوع السيتنج سبراي اللي هو لو انتوا عندكم ايفنت او مناسبة او حاجة عايزين الميك اب يفضل ثابت طول اليوم ما يتحركش من مكانه، هو ده السيتنج سبراي اللي الناس بتستخدمه. هو اسمه اير براش فلولس سيتنج سبراي بارتي اول نايت ستي اول داي.
ده بقى طبعا عشان هو غالي جبت منه المقاس الصغير ده اللي هو 34 ملي. في مقاس اكبر معرفش بيبقى 100 ملي ولا قد ايه، بس طبعا يعني انا ما بحتاجش النوع ده من السبريات كتير، فقلت هيبقى مناسب قوي ان انا اجيب المقاس الصغير. طبعا هي العلبة يعني اتفعصت شوية، بس هو ده شكل السيتنج سبراي. اكيد برضو انتوا يعني لو انتوا ناس بتتابع ميك اب فيديوز كتير هتبقوا عارفين السبراي ده. برضو ما جربتوش قبل كده خالص ولسه بفتحه معاكم لاول مره، وكاتبين ان هو كمان ممكن يستخدم كبرايمر، والناس بتقول ان هو ريحته حلوه، فخلينا نرش رشه كده نشوف شكله ايه. ريحته ايه واحساسه ايه. اوكي. السبراير بتاعه يعني قوي شويه، مش من الحاجات اللي هي مست او اللي هي خفيفه كده، بس ريحته فعلا حلوه قوي، بس مش قويه لدرجه انها تضايق. ريحته زي برفيوم خفيف كده، فيعني متحمسه ان انا اجرب برضو السيتنج سبراي ده. والليب لاينر اللي انا كنت عايزه اجربه منهم ده شكله برضو من بره. هي الدرجه اللي اسمها ايكونيك نود، ودي درجة من اشهر الدرجات عندهم في الليب لاينر، وكنت هموت واشوف ايه الدرجة اللي عاملة ضجة وليه كل الناس بتحبها وليه كل الناس بتستخدمها. اكيد درجة فيها يعني مميزة بتليق مثلا على بشرات مختلفة او كده. هي يعني بيزد على اولا ده شكل الباكجينج اهو، وبيزد على السواتش او شكل اللون من بره. هي واضح انها نود على بني كده او مايل للبني، ما هواش مثلا اورنج او بينك او كده. فمتحمسه قوي ان انا اجربها برضو. زي ما انتم شايفين هي اول مره افتحه قدامكم. ده شكل اللون من جوه. مش عارفه نعمل له سواتش على الشفايف ولا ايه، بس عشان عندي ليب لاينر تاني عايزه اجربه ممكن نعمله على نص كده نشوف هو قريب قد ايه من لون شفايفي. هروح امسح شويه الليب جلوس ولا بلاش، ولا خليني وانا بعمل ميك اب احسن. خليني وانا ممكن نعمل سواتش على ايدي. اوكي. ده شكله هو تحسه فعلا ان هو نود بيج، مش بني ولا يعني مش بني غامق ولا بينك. في نودز كده بتبقى الوانها غريبه تحسوا ان ده هيبقى حلو قوي، بس يعني مايل للبيج شويه. فمتحمسه جدا ان انا اجربه. غير عامه ان كله بيتكلم على الفورميلا بتاعت الليب لاينرز شارلوت تيلبري انها من احسن الليب بنسلز او الليب لاينرز عامه. وبما اننا بنتكلم على الليب لاينرز فجبت ليب لاينر تاني، بس المره دي من هودا بيوتي، وهو اسمه ليب كونتور 2.0 والدرجه اسمها بينك براون. متخيله بقى ان هو هيبقى مختلف خالص عن الايكونيك نود بتاعت شارلوت تيلبري، بما انه اسمه بينك او بينكي براون هيبقى مايل للبينك شويه، بس في نفس الوقت فيه درجه بني. فممكن برضو نعمل سواتش جنب بتاع شارلوت تيلبري ونشوف فرق اللون. بس ده شكل القلم بتاعه. الله يعمل فوكس كده. ده شكله I think برضو يعني ناس كتير منكم عارفة ان هم عندهم الحاجات دي اوريدي، وانا متأخرة جدا على الهودا بيوتي ليب لاينر والليبستيك ترين. فخليني بعمل سواتش جنب الايكونيك نود. هو معرفش تقريبا اتخبط دلوقتي وانا بفتحه، مش عارفة، بس هعمل اهو ده بتاع شارلوت تيلبري. فخليني ان انا اعمل سواتش جنبه كده. ده بقى بينكي خالص، او مش خالص يعني. متخيله ان هو هيبقى شبه لون الشفايف اكتر. خليني اقرب لكم اكتر عشان تشوفوا. شايفين ده على بني ده على بينك، فده متخيله ان البينكي براون ده هيبقى اقرب للون الشفايف. بس الايكونيك نود هيبقى لو انتوا عايزين بقى تعملوا نود ليبستيك بس مايل للبيج او البني، هيبقى الايكونيك نود احسن. بس متحمسه برضو ان انا اجرب اللونين وبتاع الهدى بيوتي بالذات. معرفش حاجه في الفورمولا بتاعتهم، بس يعني من معلوماتي كده ان الاتنين هيكونوا بيثبتوا. مش عارفه مكتوب عليهم ايه، مثلا حاجه بتثبت مثلا وقت معين ولا ايه. مش مكتوب على العلب حاجه ان هو يعني درجه الثبات او الفينش بتاعهم. بس ممكن اخر الفيديو كده نحاول ان احنا نمسحهم ونشوف مين فيهم هيسمج اكتر من التاني او هيتمسح اسرع من التاني، او مين اللي هيبقى ثابت اكتر من التاني. وبما اننا بنتكلم على هودا بيوتي، فطبعا بسبب المشتريات الكتيرة اللي انا اشتريتها ادونا زي جيفت كده او سامبل من الهودا بيوتي
وان كوت ماسكارا. دي الماسكارا الجديدة بتاعتها، بس ده طبعا مقاس ميني سايز زي ما انتوا شايفين. اختي كانت عايزة تضرب عليها، بس انا قلت لها لا ماليش دعوة، انا اللي هاخدها وعايزة اجربها. بس هي ضربت على هدايا تانية، بس مش مشكلة خلاص، يعني حلال عليها بما انها تعبت وعملت المجهود وراحت اشتريت لي الحاجات دي كلها. فمتحمسة جدا ان انا اجرب الوان كوت ماسكارا. وده شكل الفرشة بتاعتها. بصراحة مش متفائلة قوي، لان انا عيني صغيرة جدا، وحجم الفرش ده بيبقى يعني كبير جدا على عيني. بس ما فيش مشكلة ان انا اجربها واقول لكم اذا كانت مناسبة للناس اللي عيونها صغيرة ولا لا. كله هيبان كله هيبان. بس انا سمعت برضو كلام حلو قوي على الماسكارا دي من هدى بيوتي، متحمسة ان انا اجربها. وطبعا ما كانش ينفع ما اجيبش الهدى بيوتي بريتي جرانج باليت. دي احدث باليت هي نزلتها، وانتم مش متخيلين حجم حماسي للباليت دي. والله انتوا يعني اولا اخر مره جبت اي شادو باليت كان مثلا من 2021 انا بريتي شور ان احنا كنا في ايام الكورونا، فيا اما 2020 يا اما 2021. ودي كانت يعني كل الباليتس اللي عندي اتليست عمرها اكتر من سنتين. فمتحمسه جدا ان انا اجرب الهدى بيوتي باليت. وحلاوتها بقى ان هي طبعا اكيد انتوا حافظين الوانها وشكلها نيوترال جدا، وفيها الوان غوامق تنفع للمناسبات. لو انتوا عايزين حاجه سواريه اكتر، حاجه سموكي اكتر، كل الالوان الغامقه دي موجوده الناحيه دي. الالوان الناتشرال او النيوترال الخفيفه الهاديه الناحيه دي. طبعا في شويه شيمرز قويه هنا، مش عارفه ليه الوانها باينه غريبه على الكاميرا، بس انتوا اكيد شفتوها في فيديوهات تانية. حتى لو الكاميرا بتاعتي مش احسن كواليتي او احسن الوان، بس انتوا حافظينها وعارفينها. فمش مش قادره استنى ان انا اجرب الباليت دي. ومش عارفه حتى يعني مش عايزه حتى ان انا ابوظها واعمل سواتش لاي حاجه منها. بس فعلا متحمسه جدا ان انا استخدم الباليت دي. الالوان بتاعتها خطيره، وليها زي اندرتون موف كده، بالذات في الالوان اللي هي الناحيه الغامقه شويه فيها اندرتون موف كده حلو قوي. وبرضو حتى النيوترالز ليهم اندرتونز حلو. في كام واحد هنا نيوترال يعني ملهمش اندرتون قوي واضح، بس نيوترال ينفعوا على اي اندرتونز مختلفة. بس فعلا متحمسة جدا 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 استخدم الباليت دي، اعمل بيها لوكس ناتشرال، اعمل بيها لوكس سموكي. اكتبولي في الكومنتس لو انتم متحمسين تشوفوا فيديو تجربة الباليت دي. وبفكر لو انا هصور فيديو ممكن نعمل في الفيديو كذا لوك، ممكن نعمل عين ناتشرال، عين سموكي، او نعمل اكتر من لوكين كمان في نفس الفيديو، او حتى ممكن نعمل كذا فيديو كل فيديو لوك مختلف. فاكتبولي انهي الوان شداكوا اكتر، انهي طريقة فيديو هتكون احسن. ولو عندكم اصلا الباليت دي، ولا متأكدة ان ناس كتير منكم جابتها، بس انا يعني متأخرة شوية عليها. بس يعني على ما كنتش عايزة بصراحة ادفع فلوس كتير، لانها اوريدي باليت غالية جدا، وهي براند هدى بيوتي عامة مش رخيصة. بس فعلا متحمسة ان انا اجرب الباليت دي، وبجد بجد سعيدة، يعني extremely سعيدة ان انا بقيت معايا الباليت دي. واخر منتج بصراحة كان زي impulse buy، او اللي هو ايه، حاجة ما كنتش مفكرة فيها قوي، بس حسيت ان البرودكت فايرال جدا الفترة دي. وهي الفاونديشن الجديدة من لورا ميرسيه، اتشهرت بقالها يعني اتوانت فايرال كده على تيك توك بقالها فترة، يعني مع انها كانت نازلة بقالها قبل كده، وبعدين فجأة اتوانت فايرال. وده شكل الفاونديشن. اكيد شفتوا لو انتوا بتتابعوا تيك توك او حتى فيديوهات على اليوتيوب او كده، اكيد شفتوا ناس كتير بتعمل لها ريفيو. اسمها ريل فلوليس ويتلس بيرفكتنج فاونديشن. الدرجة اللي انا جبتها 2W1 ماكاديميا. اتمنى انها تكون درجة مناسبة. شكلها يعني من العلبة كده شكلها هتبقى مناسبة. الازازة بجد قمة في الشياكة. خليني اوريها لكم. ازاز فروستد كده اللي هو بيبقى مغبش مش شفاف، وفي زي خط ذهبي كده وغطا ابيض من فوق، والروز جولد او الذهبي بامب مع الابيض برضو شكلها قمة في الشياكة بصراحة. ولو انتوا عارفين قد ايه ان انا عاشقة للفاونديشن بتاعت هاوس لابز،
فهنشوف دي بقى هتتقارن بيها ازاي، هل هتتفوق على الهاوس لابس ولا هتفضل الهاوس لابس هي احلى فاونديشن في حياتي. فاستنوا برضو فيديو انطباع اول ووير تيست، يعني بنفضل حاطينها لمدة 8-10 ساعات على حسب اليوم هيمشي ازاي. فلو انتوا حابين تشوفوا الفيديو ده اكتبوا لي برضو في الكومنتس، متحمسه لها جدا. انا بحب اجرب فاونديشنز بصراحه. برضو الفاونديشن بتاعت هاوس لابس جبتها السنه اللي فاتت ف برضه بقالي فتره ما جبت. على فكره يا جماعه دون جادج مي، بقالي فتره ما جبتش ميك اب، اعمل ايه؟ ومش ببقى عايزه بصراحه اشتري، يعني مع احترامي لكل السيلرز اللي بيبيعوا ميك اب اونلاين في مصر، يعني الاسعار بتبقى، وانا بجد مقدره، مش متخيلين انا مقدره ازاي فرق الاسعار، وان بيبقى عليكم كوست عالي جدا. بس فعلا لما انا ببقى عايزه اشتري بالكميه اللي انتوا شايفينها، وانا عشان مش ميك اب ارتست، فانا مش بكسب حاجه، يعني مش يعني مثلا الميك اب ارتست بتجيب كميه كبيره، فبيبقى زي استثمار، لان هي هتكسب فلوس من الميك اب اللي هي هتعمله مثلا لو العرايس او مناسبات خطوبات او كده، فهي في فلوس هترجع لها. لكن انا مفيش فلوس بترجع لي من اي حاجه، والفيديوهات اللي انا بعملها مش بتكسبني اي ولا جنيه لحد دلوقتي، ما كسبتش ولا مليم حرفيا من الفيديوهات دي. فانا بصرف من غير ما يجيلي اي عائد، فلازم تبقوا مقدرين قد ايه ان الحاجات دي اوريدي غاليه عليا بسعرها الاصلي او الريتيل برايس بتاعها، من غير الزيادة اللي بيزودوها السيلرز على الانستجرام مثلا، او لو حد ليه ويب سايت او فيسبوك او كده. فبجد انا مش بقدر، اتليست مش في كل حاجة، يعني لو حاجة مثلا في رينج 400-500 مثلا خلاص ماشي مقدور عليها، لكن طبعا دي كم الافات من الجنيهات، مش هقدر ان انا اشتري الحاجات دي كلها من سيلر وانا مش بيجيلي اي عائد عليها. فبالنسبه لي بستنى مثلا اشوف حد مسافر، لو انا مسافره او اي حد اعرفه مسافر او اي حد جاي مصر قريب اشتري من خلاله البرودكتس دي. بتكون على اسهل طريقه عليا ان انا اشتري بيها الميك اب. اي نعم ستيل غاليه جدا، بس ارحم بكتير من ان انا اشتري من سيلر وادفع 3 أضعاف مثلا السعر بتاع المنتجات دي مقارنة بالسعر الأصلي بتاعها أو الريتيل برايس بتاعها. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، عشان ما حبيتش ان انا اعمل ميك اب لوك في الفيديو ده، علشان هيبقى فيديو طويل جدا كده ومش هنخلص. فاكتبوا لي في الكومنتس مين اللي انتوا عايزين، او انهي من المنتجات دي اللي عايزين تشوفوا تجربتها في الفيديو الجاي. انا متحمسه ليهم كلهم بصراحه، فاكتبوا لي في الكومنتس اكتر برودكت متحمسين تشوفوه، هل عندكم اي واحد من البرودكتس دي جربتوه، وايه الريفيو بتاعكم او رايكم في المنتجات دي لو هي عندكم ولا لا. خلينا نعمل اخر اختبار، وهو نشوف مين فيهم ثابت اكتر. ده بتاع الهدى بيوتي وده الشارلوت تيلبري. فخلينا نحاول نسمج الاتنين كده. ما شاء الله الاتنين ثابتين ما بيتمسحوش. طب دي حاجه هايله اي ابروف من قبل ما نجربهم على الشفايف. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب، وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. و thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.